بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تطور كبير في قضية الشيبي وحسين الشحات. الاعلام الكبير محمد شبانة يعني اتكلم في الموضوع ده هوت. بس قبل ما نروح للاعلام الكبير محمد شبانة والحديث اللي حصل في البرنامج بتاعه بين اتنين، واحد مساند لحسين الشحات وواحد مساند للشيبي، نروح للاعلام الكبير احمد شوبير اللي فجر مفاجأة من العيار التقيل. فجر مفاجأة من العيار التقيل عن قضية حسين الشحات وعن الشيبي. يلا نسمع شوبير قال ايه ونرجع لبعض تاني. تعالوا الموضوع الثاني وهو موضوع الشيبي وحسين الشحات. فجأة وبلا أي مقدمات اشتعل الأمر بشكل غريب جدا، بشكل غريب جدا. والنادي بيراميدز أصدر بيان والأهلي طلب تحقيق لجنة الانضباط. بس أنا عندي مفاجأة النهاردة، إنه الأهلي بقاله فترة من فترة طويلة، من أكتر من شهرين إلى 3 شهور يعني، خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن قانونية لجوء اللاعب إلى المحاكم الجنائية. المفاجأة، وهقول لكم نصا دلوقتي اللي اتقال في الخطاب، هقول لكم نصا إن اتحاد الكورة رد على النادي الأهلي وقال لهم ليس من حق اللاعب اللجوء إلى المحاكم الجنائية، وأنه أخطأ في هذا الأمر. لا ما تطلعش على الشاشة من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك، اتشال الخطاب ده على الشاشة من فضلك. بصوا يا جماعة، اللي حصل انه اما عن واقعة تقديم بلاغ للنيابة العامة من اللاعب محمد الشيبي بشأن هذه الاحداث، فهو مخالفة صريحة للائحة النظام الاساسي للاتحاد المصري لكرة القدم ولائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، باعتبار ان الاحداث متعلقة بالمباراة، وهذا ما ورد بتقرير مراقب المباراة وتم التعامل معها وفقا للوائح المحددة او المحددة لذلك، وبناء عليه فقد تم احالة اللاعب الى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ ما تراه مناسبا طبقا للوائح المطبقة في هذا الشأن. اقفل هنا، اقفل. هذا الخطاب صريح من الاتحاد المصري لكرة القدم. سيبك بقى من ده كله. بعد الخطاب، يعني نكتفي بهذا القدر من الاعلام احمد شوبير. بعد الخطاب الرسمي اللي جه من اتحاد الكوره ردا على النادي الاهلي في موضوع حسين الشحات والشيبي، اظن ان الكلام خلص. الكلام خلص. الاعلام الكبير شبانه كان جايب عامر العمايره، وكان جايب واحد تاني مش متذكر اسمه حاليا. الاتنين كانوا بيتكلموا، واحد بيتكلم من وجهة نظر اللوائح والقوانين الفيفا، واحد بيتكلم من ناحية اللوائح والقوانين في القضاء المصري. يعني بياخدنا في سكة تانية خالص. تحس ان هو عايز، مش عارف، عايز يولع الدنيا ولا ايه. الراجل التاني عامل عمايلة بيتكلم في حاجة مهمة جدا. الدستور المصري بيقول واحد اتنين تلاتة، الفيفا بيقول واحد اتنين تلاتة. يعني لو حصل بصق او ركل او ضرب او كذا في الملعب اللي بيحكم فيها الفيفا. ومع ذلك مصر الراجل التاني اللي مش متذكر اسمه حاليا ان هو ياخدنا في سكة المحاكم. مصر ان هو ياخدنا، او هو بيقول لك لا الشيبي ليه حق وملوش حق ومش عارف ايه وبتاع. مدخلنا كده في موضوع دوامة، والموضوع كله موضوع رياضي. حدث في ملعب الكورة، المفروض يتحل في منظومة الكورة. يعني لاعب تعدى على لاعب، فالمفروض ان الاتحاد بيعاقبه، والمفروض ان ال ال الفيفا لو الاتحاد ما عاقبوش الفيفا يعاقبه. لكن لو احنا تركنا الحبل على الغارب لكل لاعب انضرب من لاعب او حصل اي شتم، يعني في حصل شتيمة او ضرب او تعدي او اي حاجة، كل واحد بقى ياخد نفسه ويروح على المحكمة، يبقى مش هنخلص. خصوصا ان ياما بيحصل في المباريات. ياما شفنا في مباريات زي اهلي وزمالك، وشفنا في غير مباراة اهلي وزمالك، وشفنا كتير جدا من تعدي وضرب وخبط ورزع في كل شيء، ما حصلش حاجة. يعني الكابتن حسام حسن نفسه، والكابتن ابراهيم حسن،
شفنا ازاي كانوا بيتعاملوا وغيرهم من اللعيبه، حسام غالي وغيرهم من اللعيبه، سواء اهلاويه ولا زملكاويه ولا اسماعيلاويه ولا اي لعيبه. شفنا ازاي اتعاملوا وكانوا بيتعاركوا ويضربوا يعني شفنا حاجات كتيره جدا وما وصلتش للمحاكم. شفنا كابتن تقريبا ابراهيم حسن في ماتش في مباراه بين في، كان الحكم جزائري وتم التعدي عليه من كابتن ابراهيم حسن. ما شفناش يعني، وتم وقفه من الاتحاد الافريقي. ما شفناش يعني الراجل اللي هو الجزائري، الحكم الجزائري راح رفع قضيه على ابراهيم حسن. فالموضوع اوله واخره هو يعني مكايده في النادي الاهلي. تحس ان بيراميدز كده مصنوع لمكايده للنادي الاهلي. انا بس بعيب على النادي الاهلي وبعيب على مجلس اداره كابتن محمود الخطيب في حاجه مهمه جدا. انتوا كنتوا باعتين لاتحاد الكوره، واتحاد الكوره عطاكم جواب رسمي مختوم من اتحاد الكوره بيقول ان مش من حق الشيبي ان هو يلجأ للقضاء المصري، ولازم تتحل في الفيفا. ليه النادي الاهلي ليه النادي الاهلي اول ما حسين اسمه شيبي رفع قضية او اشتكى حسين الشحات في المحاكم المدنية او في النيابة، ليه ما طلعش للفيفا و يعني ما اشتكاش للفيفا على طول؟ مادام الاتحاد الكرة المصري نايم في العسل ننة وبيسيب الدنيا لغاية ما تبوظ على الاخر. ده سؤال انا نفسي حد يعني يرد علينا من مجلس اداره النادي الاهلي. لغايه امتى نبقى رد فعل امتى هنبقى فعل قوي جدا؟ ليه مادام انا عندي الحق، ليه سايب حد انه يقعد يكيد فيا ويقعد ان هو يعني يشتغلني؟ لا ايه يعني؟ ليه انا ما اطلعش على الفيفا؟ وليه انا ما اخدش حقي تالت ومتلت؟ خصوصا ان انا معايا جواب رسمي من اتحاد الكرة المصري الرياضي. ليه انا اقعد اتحايل على اللاعب ان هو يتنازل ولا ما يتنازلش؟ ولا انا عن نفسي مش عايزه يتنازل، انا عن نفسي عايزه يكمل، والنادي الاهلي ياخد حقه تالت ومتلت، واللعيب حسين شحات ياخد حقه تالت ومتلت. خصوصا ان القانون ما ينفعش يعاقب انسان مرتين، وحسين الشحات اتعاقب مرتين قبل كده ودي هتبقى التالتة. يعني اتحاد الكرة المصري عاقبه والنادي الاهلي عاقبه. ف يعني الف به كده، انا مش راجل محامي او ماليش في المحاماة، بس انت لو محامي كده دخل قدام القاضي كده ومترافع قدامه واثبت ان حسين الشحات خد عقوبة من اتحاد الكرة المصري في موضوع الشحات، على ما اعتقد، ومع يعني ممكن اي حد بيفهم في المحاماة يعني يقول لي ان دلوقتي لو واحد تم عقابه مرة، هل ممكن يتعاقب مرة تانية؟ هتقول لي ده قضاء وده كورة. ما هو الراجل اللي اتحاكم اللي هو حسين الشحات في الكورة اتحاكم عليه، الناس اللي بتحاكمه دي ناس يعتبروا قضاة، ويعتبر الناس اللي جابت الحكم على حسين الشحات يعتبروا قضاة. فانا شايف ان النادي الاهلي لازم ياخد حقه، ومش عايزين نبقوا ملطشه عمال على بطال. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.